أهلا يا بنات، وحشتوني جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. بصوا يا بنات، أنا عارفة إن في منكم كتير تاهوا في تنظيف البيت، واللي كانت مشغولة في المذاكرة، واللي حست إن الوقت سرقها وفجأة لقت العيد بكرة وهي لسه ما عملتش أي حاجة لنفسها. لو انتي واحدة من البنات دي فالفيديو ده طوق النجاة بتاعك. بجد الفيديو ده ليكي انتي مخصوص. ما تقلقيش خالص، لسه في وقت وكل حاجة هتتصلح. مش لازم تروحي بيوتي سنتر ولا تدفعي مبالغ. انا النهارده جايه اقولك ازاي تعملي اقوى جلو اب ليله العيد ومن قلب بيتك وفي وقت قياسي. هنخلي وشك ينور وشعرك يبقى حرير وجسمك ريحته فواحه وايديكي ناعمه ورجلك زي رجل الاطفال، كل ده واحنا بندردش مع بعض ونشجع بعض. جهزي مشروبك المفضل ويلا بينا نبدا رحله الدلع والانقاذ السريع. ومستنيه اشوف كومنتاتكم وتقولوا لي خلصتوا ايه وناقصكم ايه. يلا بينا. هنبدأ بالوش. تعالي اقولك الخلاصة عشان وشك ينور بكرة في العيد. اول حاجة، لو صحيتي لقيتي وشك باهت او مجهد من السهر والتعب، مفيش وقت للندم. قومي اغسلي وشك دلوقتي بالغسول بتاعك. لو معندكيش غسول اغسلي وشك بمية ساقعة. المية الساقعة مفعولها سحر وبتقفل المسام وبتحسسك انك فاضي. بعدها اهم حاجة هي السكراب عشان يشيل الجلد الميت. هاتي شوية سكر وشوية قهوة وزيت زيتون او زيت جوز هند او زيت لوز وافركي بيهم وشك عشان تشيلي كل الجلد الميت. وافركي بالراحة، بلاش دعك جامد عشان وشك ما يلتهبش. وانتي بتفركي ركزي على المناخير عشان الرؤوس السوداء اللي بتضايقنا تروح. نيجي بقى لماسك الانقاذ اللي ما بيخذلش حد. معلقة زبادي على معلقة نشا على عصرة ليمون لو بشرتك مش حساسة. لو بشرتك حساسة ما تحطيش ليمون. لو عندك مية ورد حطي نقطتين. خلطيهم وحطيهم على وشك لحد ما ينشف. الماسك ده بيشد الوش وبيفتحه فوري وبيخليكي تحسي بنظافة ومفيش بعدها. لو عندك هالات تحت عينك من قلة النوم، هاتي معلقتين من المطبخ حطيهم في الفريزر دقيقة وحطيهم على عينك. الحركة دي بتمتص الورم والانتفاخ فورا. وفي الاخر اهم حاجة الترطيب، اهم حاجة الترطيب يا بنات. لو عندك اي كريم مرطب ادهني منه كمية كويسة ودلكي وشك لفوق كأنك بتعملي مساج ليكي ولأعصابك. وما تنسيش الشفايف يا بنات، حتة فازلين صغيرة او زبدة كاكاو عشان الروج بكرة في الصلاة ما يبقاش مقطع وشكله مش لطيف. صدقيني الخطوات دي مش هتاخد منك 10 دقايق بس هتخليكي قمر على طول. الشفاه، عايزين بكرة في العيد شفايفنا تكون ناعمة ووردية طبيعي. أول خطوة هي التقشير. هنخلط معلقة سكر صغيرة مع نقطتين زيت جوز هند أو زيت زيتون وبحركات دائرية خفيفة جدا هنشيل أي جلد ميت. التقشير بيحرك الدورة الدموية وبيخلي اللون الطبيعي يظهر. بعد ما نغسل الشفايف هنحضر ماسك التوريد. هاتي نقطة من دم الغزال أو أي تنت عندك، خلطيه مع كمية بسيطة من الفازلين أو زبدة الشيا. وزعيه على شفايفك وسيبيه 10 دقايق وبعدين امسحي الزيادة بمنديل. النتيجة لون وردي ثابت وناعم كأنك مش حاطة حاجة. أهم نصيحة هي الترطيب العميق. قبل ما تنامي ليلة العيد حطي طبقة سميكة من مرطب الشفايف المفضل عندك، والصبح هتتفاجئي بإن الشفايف بقت ممتلئة وناعمة جدا. وأي روج هتحطيه في العيد هيكون شكله خيالي ومن غير أي تشققات. نيجي بقى للشعر يا بنات، وعارفة ان اغلبنا شعره بيبقى هايش من قلة شرب المية او من وقفة المطبخ. لو لسه معملتيش حاجة قومي دلوقتي حالا هاتي اي زيت عندك، جوز هند، زيتون او حتى زيت لوز حلو، وادهني الاطراف بس وابعدي عن الفروة عشان شعرك ما يزيدش. لو عندك وقت سيبيه ساعة واغسليه بشامبو وبلسم. شعرك يبقى مترطب، السر في حمام الكريم. سيبيه ربع ساعة وانت في الشاور واشطفيه بمية فترة. لو ما عندكيش حمام كريم، احلى ماسك وبجد انا مجرباه لما حمام الكريم عندي بيخلص بستخدمه. علبة زبادي على معلقة عسل على اي زيت موجود عندك، زيت زيتون، زيت جوز هند، زيت لوز حلو، وحطيهم على شعرك. ده بديل حمام الكريم وبجد بيرطب الشعر بطريقة ما تتوصفش. بعدين اشطفي شعرك بمية فترة. لما تطلعي بلاش تنشفي بالفوطة وتدعكي فيه. ليه شعرك بتيشيرت قطن قديم او لو عندك فوطة مايكرو فايبر يبقى احسن. ده بيمنع الهيشان خالص. وقبل ما تنامي ارفعي راسك كده كعكة مرفوعة او اعمليه ضفيرة، بس طبعا تكوني نشفتيه الاول، او اعملي الستايل اللي انتي بتعمليه لشعرك. والصبح انا من رأيي يعني خليها بالليل احسن، تعملي شعرك سشوار او مكوى علشان الصبح كده ما تبقيش متوترة وتلحقي ان انتي تعملي كل حاجة.
دلوقتي جه وقت اكتر حاجة بتبرز جمال الوش وهو الرموش والحواجب. النهاردة مش هنعمل وصفات معقدة. بطل الفيديو النهاردة هو جل الصبار. اول الوفيرا جل. جل الصبار مش بس بيرطب، ده بيعمل طبقة حماية بتغلف الشعر وبتخلي شكلها صحي ولامع جدا. هنجيب مسكرة حواجب قديمة ونضيفة او فرشة حواجب مخصصة، وناخد كمية بسيطة جدا من جل الصبار. نبدأ نسرح الحواجب لفوق. الميزة هنا إنه بيثبت الحواجب طول اليوم من غير ما يخلي ملمسها قاسي أو يوقع الشعر. بالنسبة للرموش هنمشي الفرشة عليها بخفة من الجذور للأطراف. الحركة دي بتدي لمعة طبيعية وبترطب الرموش جدا. لو استمريت عليها يوميا قبل النوم هتلاحظ إن الرموش بقت أقوى ومش بتقع بسهولة مع المسكرة. ده البديل المثالي والآمن لو مش حابة تستخدمي زيوت تقيلة ممكن تسبب أكياس دهنية. بجد الخطوة دي بتنقل اللوك لمكان تاني خالص وبتحسسك إن عينيكي مرتاحة ومصحصحة. دلوقتي بقى وقت دلع الجسم، وده أهم جزء عشان تحسي إنك عروسة في نفسك كده. هتعملي سكراب سريع، شوية سكر وشوية قهوة وشوية شاور جل وشوية زيت، أي زيت عندك، وفروك الجسم كله في الشاور. الخطوة دي بتخلي الجلد ناعم بطريقة مش طبيعية وبتشيل أي جلد ميت. تركة بقى عشان ريحتك تفضل فواحة طول يوم العيد. أول ما تطلعي من الشاور وجسمك لسه مندي، ادهني لوشن أو زيت بيبي أويل. ولو عندك مخمرية حطيها في أماكن النبض عند ايدك ورقبتك. الحركة دي بتخلي الريحة تثبت في الجلد نفسه، ومهما مشيتي أو عرقتي في زحمة العيد هتفضل ريحتك نضافة ودلع. اخر حاجة بقى يا بنات، الايد والرجل دول اللي بيبينوا نظافة بجد. هاتي طبق فيه مية دافية وشوية ملح وشامبو وشوية خل، ونقعي رجلك 10 دقايق، وبالمبرد شيلي اي جلد ميت عند الكعب عشان صندل العيد يبقى شكله شيك. ايدك بقى قصي اظافرك وبرديها بشكل مرتب، ولو مكسلة تحطي مانيكير كفاية انك تلمعيهم بفازلين. وقبل ما تنامي ادهني ايدك ورجلك فازلين كتير والبسي شراب، وصممي انك ما تقلعوش غير الصبح. هتصحي تلاقي رجلك زي الاطفال بالظبط. نيجي لفقرة الإيد. الإيد هي اللي بتبين الاهتمام والأنوثة، وخصوصا مع لبس العيد والإكسسوارات. هنعمل ماسك التفتيح الفوري والنعوم. المكونات بسيطة وموجودة في كل بيت. معلقة زبادي، نص معلقة عسل، وعصرة ليمون. الزبادي فيه حمض اللاكتيك اللي بيقشر البشرة بلطف وبيفتحها، والعسل بيرطب بعمق. هنوزع الماسك على الايدين كلها ونركز على منطقة العقل او المفاصل اللي بتبان اغمق شوية. هنسيبه من 15 ل20 دقيقة لحد ما ينشف. واحنا بنغسله هنعمل فرك خفيف جدا بالمية الفاترة. بعد الماسك ده ايدك هتكون حرفيا ناعمة زي الحرير. بس السر الحقيقي مش في الماسك بس، السر في القفل. يعني لازم بعدها فورا ندهن كريم مرطب قوي. لو عندك زيت لوز حلو حطي نقطة واحدة ووزعيها. البسي جوانتي قطن لمدة ساعة لو تقدري. شوفي النعومة واللمعان اللي هيبهروا اي حد هيسلم عليكي في العيد. ايديكي بجد هتكون منورة وجاهزة لأحلى صور. وبكده نكون خلصنا كل حاجة ومفيش اي حاجة ليكي انك ما تكونيش قمر بكرة. يا رب الفيديو يكون عجبكم يا احلى بنات. متنسوش ان الجمال حقيقي هو ثقتك في نفسك وضحكتك. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وعلى كل حبايبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي والخطوات البسيطة دي متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكبر مع بعض. بحبكم جدا وباي باي.